السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كيكة القالب العجيب. كيكة فعلا رائعة، شكل راقي وكريمة سهلة التحضير، وإن شاء الله هتجربيها وهتعتمديها لأن الطريقة سهلة جدا، وهقولك على كل الملاحظات عشان تطلع معاكي مظبوطة وناجحة معاكي، وهقولك على كل البدايل في الوصفة اللي تقدري تستخدميها. ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لي لايك عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نشوف الطريقة. هكون محضرة 3 بيضات كبار، وتكوني مطلعاهم من التلاجة من بدري قبل ما تشتغلي في الكيكة، علشان يهمني ان البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة. وهضيف لها شوية فانيليا ومعلقة صغيرة من الخل، وهضربهم بالمضرب اليدوي. لو عايزة تستخدمي الخلاط ينفع، ولو عايزة تستخدمي المضرب الكهربائي ينفع، زي ما انت عايزة. وهضيف لها كوباية من السكر، وارجع تاني اضربه مع البيض لحد ما لونه يبقى فاتح معاكي. مش لازم السكر يدوب بنسبة 100% لان هو طبيعي هيدوب معاكي لما اضيف له بقية الاضافات. وهضيف نص كوباية زيت نباتي، وهضيف 3/4 كوباية حليب، والحليب يكون دافي يعني ما يكونش بارد من التلاجة. وارجع تاني اقلب واستمر في الضرب لغاية ما المكونات كلها تختلط مع بعضها. هضيف ربع معلقة صغيرة من الملح، وبعد كده هبتدي انزل بالدقيق. معايا كوبايتين دقيق، بس اهم حاجة تكوني نخلاهم قبل ما تستعمليهم عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. انا مستخدمة دقيق متعدد الاغراض. وهضيف معلقة كبيرة من خميرة الحلويات البيكنج باودر، وارجع اقلب لغاية ما الدقيق كله يختفي في الخليط، واتأكد ان مفيش اي تكتلات من الدقيق. طبعا انا قبل ما ابتدي اشتغل في عمل الكيك انا مشغلة الفرن عشان الفرن يسخن كويس قبل ما ادخل الكيكة الفرن. شايفين سمك العجينة بقى عامل ازاي؟ هقرب لكم الكاميرا على العجين علشان تشوفوا شكل الخليط وسمكه. شايفين السمك عامل ازاي؟ يعمل شريط ويختفي بعد ثواني. كده تبقى كمية الدقيق بتاعتي مظبوطة. هبتدي احضر القالب اللي هسوي فيه الكيك. هنزل بشوية زيت وادهنه كويس، وادهن الصينية من جميع الجوانب. بعد كده هجيب شوية دقيق وابتدي ارشه واوزعه في قلب الصينية، واتأكد ان الصينية اتبطنت معايا كويس. والدقيق الزيادة انا شلته من الصينية. الصينية مقاسها 26. هبتدي انزل بالخليط واوزعه كويس في الصينية، وطبعا الفرن زمانه سخن. انا مظبطه درجه حراره الفرن على 180 عشان الفرن بتاعي هادي، وهتاخد في التسويه 45 دقيقه. لكن لو الفرن بتاعك حامي ظبطيه على 160 وهياخد نص ساعه معاكي في التسويه. وده شكل الكيك بعد ما استوى وخرج من الفرن. وهسيب الكيكه تبرد كويس قبل ما ابتدي اقلبها في الطبق اللي هشتغل فيه. كده خلاص الكيكه بردت وقلبتها. هجيب نص كوبايه ميه وهضيف معلقتين كبار من السكر، واقلبهم كويس لغايه ما اتاكد ان السكر داب معايا. وابتدي اوزع المية بسكر على الكيك، واركز على الاحراف عشان تبقى طرية وهشة. الكيكة دي فعلا جميلة وبتبقى رطبة ومناسبة جدا في الايام الحر اللي احنا فيها دلوقتي. كده خلاص قربت اخلص توزيع كل المية بسكر عليها. هكون محضرة كيس من اكياس الحلواني، هيكون معايا كيسين. ده الكيس الاولاني هبتدي افتحه واحطه في العلبة، وهيكون معايا دانيت. هيكون معايا دانيت بالشوكولاتة ودانيت بالكراميل. ديت العلبة الأولانية اللي هي بالشوكولاتة. هبتدي أفتحها وهفضيها في الكيس. كده خلاص فضيتها. هبتدي ألم الكيس وأطلع كل الهواء اللي فيها وأعمل الكيس عقدة. كده خلاص الكيس الأولاني بقى جاهز معايا. هبتدي أجيب الكيس التاني، كيس الحلواني، وأفتحه وأحطه في العلبة، وهجيب دانيت بالكراميل وأفضيه في الكيس.
وبعد كده ألم الكيس وأطلع منه الهواء وأقفله كويس وأعمله عقد. يبقى كده الكيسين بقوا جاهزين معايا، كيس الشوكولاتة وكيس الكراميل. وهبتدي أجهز الكريمة. هنزل بكوبايتين حليب في الكسرونة، وهضيف لهم معلقتين كبار من بودرة الكاسترد وربع كوباية سكر، وهضيف شوية فانيليا، وهقلب كل المكونات مع بعضها عشان أدوب بودرة الكاسترد والسكر في الحليب، وارفعهم بعد كده على البوتاجاز. أثناء ما الخليط على البوتاجاز هستمر في التقليب علشان ما يحصلش أي تكتلات. ابتدى القوام يتقل، شايفين سمكه عامل ازاي؟ أول ما يبتدي يغلي هطفي عليه، وهوزع الكريمة وهي سخنة فوق من الكيك. وبالنسبة لبودرة الكاسترد أنا بشتريها من السوبر ماركت، يعني متوفرة في أي سوبر ماركت عندك، مش محتاجة محل يكون متخصص في مستلزمات الحلويات. واساوي سطح الكريمة كده بظهر المعلقة عشان كلها تبقى متساوية في ارتفاع واحد. وهي سخنة كده هبتدي أوزع دانة الشوكولاتة ودانة الكراميل عليها، وبالمقص هقطع جزء صغير من كيس دانة الشوكولاتة وجزء صغير من كيس دانة الكراميل، وهعمل خطوط بكريمة الشوكولاتة فوق من الكاسترد، واسيب مسافات متباعدة شوية ما بين كل خط والتاني. ولو الخط عوج منك شوية مفيش أي مشكلة، لأن كل ده مش هيبان بعد ما هنشوف الطريقة اللي هنتعامل بيها مع الخطوط ديت. هلف الكيكة الناحية التانية عشان أكمل بقية عمل الخطوط. زي ما انتوا شايفين طريقتها سهلة جدا وهتديكي نتيجة رائعة. بعد ما خلصت توزيع دانية الشوكولاتة هجيب دانية الكراميل ووزعه، هعمل خط ما بين كل خطين شوكولاتة. هجيب بعد كده عصاية الشوي وابتدي اعمل خطوط زي ما انتوا شايفين كده، بنزل في نفس الاتجاه، هعمل خط تاني وانزل في نفس الاتجاه، هكرر عمل الخطوط بنفس الشكل وانزل بيها لتحت. وفي كل مرة بسحب بعصاية الشوي بمسح عصاية الشوي بمنديل ورق، وارجع تاني اكمل بقية الخطوط، وبسيب مسافات متباعدة ما بين كل خط والتاني. بعد ما خلصت كده هبتدي ألف الكيكة الناحية التانية، وابتدي أرجع تاني أعمل خطوط بس في الاتجاه المعاكس، وانزل بيها لتحت، وبمسح عصاية الشوي بمنديل ورق عشان يظبط معايا الشكل، واعمل ما بين كل خطين خط لتحت. شايفين الشكل اللي هي بتدهوني بقى عامل ازاي؟ شكلها بقى جميل جدا وطريقتها سهلة وهتديكي نتيجة رائعة. كده خلاص انا خلصت كل الخطوط وخلصت تزيين الكيكة. بدخلها بعد كده في التلاجة واسيبها لمدة ساعتين، وبعد الساعتين ممكن انك انت تقطعيها وتقدمي منها، بس انا بفضل ان انا بيتها ليلة كاملة في التلاجة، بيبقى طعمها اجمل واحلى. هقرب لكم على الكيك تشوفوا شكل الخطوط اللي اتعملت. شايفين طريقتها سهلة وبسيطة واديتك نتيجة جميلة جدا. تعالوا بينا نقطعها. بعد ما سبتها في التلاجة تريح لمدة ليلة كاملة هنبتدي نقطعها ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه. الكيكة هشة وطرية جدا، فعلا اعمليها لانها مناسبة لأيام الصيف والحر اللي احنا فيه. لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.